السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعاتي الغاليات؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. يلا نصلي على النبي ونبدأ فيديو اليوم راح يكون روتين تنظيف الغاز بمكونات طبيعية من بيتك، مكونات انت بترميها راح نستفيد منها وننظف فيها الغاز ويرجع معانا جديد بالمعلمة كأنك ما استخدمتهوش. أول حاجة بتنجر على الغاز بحط فيها مية، وبحط عندي زي ما انتوا شفتوا كنت مجمع قشر الليمون، بجمع قشر الليمون لحد ما تصير عندي كمية. بعد هيك بحطه في مية بغلي لحد ما تدوب معاي القشر منيح. بعد ما تدوب القشر على ست البيت او اللهلوبة بطحنه منيح يكون ناعم. يا ريت اللي لسه محطة اللايك تحط اللايك وتعملوا مشاركات كتير للفيديو عشان يصل لأكبر عدد ممكن ويزيد عندي عدد المشتركين بالقناة. كمان اللايك بيرفع من الفيديو وبيخلي الناس تشوفه أكتر. بتمنى منكم تعملوا مشاركات كتير عشان توصلون للألف بإذن الله تعالى قبل رمضان. أمل كبير بربنا، ثم أمل فيكم إنكم توصلوني للألف. زي ما انتوا شايفين بعد ما غليت القشر الليمون منيح وهو سخن، طبعا بشتغل فيه وهو سخن عشان يعطيني نتيجة أسرع. بخلطه زي ما انتم شايفين كيف البخار بيطلع منه سخن كتير. هذه اللهلوب قزاز يعني تتحمل درجة الحرارة. شايفين كيف قوامه؟ بدي يكون سميك، بديش احط عليه كل المية اللي سلقته فيها. بعد هيك كاسة خل كبيرة و3 معالق ملح ومعلقة حامض ليمون او ملح الليمون، وبحتاج باكيتين بيكنج باودر، ولو مش موجود بيكنج باودر ممكن نستبدله بكربونات، معلقتين كربونات كبار. طبعا الكربونات انتوا بتعرفوا انها بتساعد على ازالة الدهون بسرعة. شايفين كيف بدأ يفور عندي؟ بحرك الخليط بمعلقة خشب. نرجع نقول ايش حطينا عليه. قشر الليمون غليته منيح، بعد هيك فرمته بالكبة. بعد هيك حطيت عليه 3 معالق ملح، معلقتين حامض ليمون او ملح الليمون، وباكيتين بيكنج باودر. بعد ما حطيت باكيتين البيكنج باودر زودت كمان باكيتين. بتقدر تستبدل البيكنج باودر بالكربونات اللي بنحطه على الفلافل، بيحكوا عنها كربونات الصودا. بنحط معلقتين كبار. شايفين عيون الغاز بالذات العين الصغيرة عشان ما بستخدمهاش كتير لانها خربت، يعني من كتر الاستخدام خربت فما بستخدمهاش كتير. عليها زيوت ودهون كتير، بالعافية فكيتها. هنا كنت حاطة الباكيتين. شايفين قديش في عليها زيوت، لان طبعا تركيها الغاز من النص مش كتير يعني عليه زيوت، لاني بحافظ عليه وبنضف اول باول وايدي فيه على طول. ولكن من عند العيون بتلاقوا انه في زيوت متراكمة شوية وشوية دهون. الخلطة طبعا انا عاملاها بالاخص مش للغاز نفسه، لا عاملاها لعيون الغاز، لانه عيون الغاز هم اللي بدهم تنظيفهم، اللي محتاجين انهم يتنظفوا كل فترة. شايفين كيف عيون الغاز؟ شايفين العين الصغيرة؟ العين الصغيرة زي ما انتوا شايفين كيف سودا وحتى انها مقسومة من النص خربانة، ما بشغلهاش كتير. عندي الحوامل اكتر حاجة بتوسخوا عندي الحوامل وعيون الغاز، هم اللي بتوسخوا كتير. شايفين هذا الحامل كيف؟ طبعا مع الاستخدام بيصير هيك لونهم يعني وبتوسخ. هذا مش دهون، مش عارفة ايش سبب انه يعني بتوسخ هذا، ولكن هذا مش زيوت ولا دهون. بحط من الخلطة طبعا، بحط من الخلطة على كل الروس وعلى كل العيون منيح، وبسيبها تنتقع نص ساعة. زي ما انتوا شايفين كيف حطيت على الغاز وحطيت على العيون. هنا جيت على غاز اهلي ونفس الطريقة بدي احط عليهم كلهم، بدي احط على المناصب واحط على العيون واحط على الحوامل. كلنا بنعرف انه الليمون مع الكربونات والخل مادة فعالة عشان تزيل عندي كل الدهون وكل الرواسب من مكان الطبيخ.
كمان هذه الخلطة مش قوية كتير على الايدين، شايفين كيف بمسكها بايدي بدون جوانتي وببدأ افرد على كل المناصب. شايفين كيف شكل المنصب. تابعوا معي الفيديو للآخر عشان تشوفوا النتيجة وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. يا ريت اللي وصلت لهذا الوقت من الفيديو ما تنساني باللايك، وما تنسوا دعمي وتشجيعي بالتعليقات الحلوة اللي بتشجعني اني انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر، عشان انزل لكم فيديوهات كتير حلوة برمضان بإذن الله تعالى. لو حابين اني انزل لكم فيديو كيف بزين بيتي واستقبل رمضان اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله راح اعمل لكم فيديو تزيين البيت واستقبال شهر رمضان. وكل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة. شايفين انا وين بركز بس حوالين العين لانه هي بتكون عليها دهون كتيرة، وهنا غطاء الغاز كمان بيكون عليه زيوت ودهون. طب احنا لو عملنا كل هذا الوصفة مرة بالشهر راح نحافظ على الغاز ومش هيتراكم عليه دهون وزيوت كتير. بالإضافة إني راح أنظفه كل يوم يوميا التنظيف العادي بالسائل والسلكة بدون يعني منظيف مواد. عندي هنا عشان أليف أو أدعك عيون الغاز حطيت من مية الليمون لأنها بتكون قوية شوية، وحطيت كمان بريل أو أي نوع سائل جلي انتو تستخدموه. بديت بهدول المناصب. شايفين كيف صار المنصب، ولو سبتيه وقت اكتر كمان بغلبكيش بالتنظيف. صراحة هو اخد معي وقت شوي بالتنظيف وغلبني لاني ما صبرتش عليه. لو سبت مثلا نقعته بالليل وسبته لتاني يوم مش راح ياخد معي وقت بالتنظيف ابدا. شايفين بفرجيكم هنا باصبعي كيف بنزل كل الرواسب اللي عليه. هذا المنصب او العين الصغيرة اكتر عين كانت متوسخة لاني كنت تركاها، كانت ملزقة ومش جاي بالعافية يعني فكيتها. عشان ما يغلبنيش بالتنظيف زي ما انتوا شايفين نوع السلكة اللي انا بستخدمها سلكة زنبرك لانها بتكون خشنة وبتطلع بسرعة. شايفين كيف هذه العين كمان الكبيرة لاني بستخدمها كتير كيف موسخة، هذه اكتر عين بتوسخ عندي. لو حسيتيها انها غلبتك شوية بترجيها بتنقعيها تاني في نفس الخلطة. هنا بفرجيكم كيف المادة الخضرة طلعت معاي من عين الغاز مع النقع بتطلع كل المواد اللي فيها السودة، بيصير لونه اخضر. طبعا زي ما انتوا شفتوا العيون كيف سودة من كتر ما هي سودة ومغير لونها بدأت تطلع لون اخضر اللي هي زي مادة الجنزارة اللي بتطلع من الحديد. هنا خلصت المناصب وبدي افرك العيون منيح. العيون من الاصل هم لونهم نحاسي، ولكن هم مش هيرجعوا للون الاصلي يعني زي ما جبته لانه كل ما استخدمه اكتر بتغير لونه. المهم انها تكون عندي نظيفة وما فيش عليها زيوت او دهون. شايفين كيف صارت الخلطة عندي لونها سودا، كله هذا من اللي نزلته العيون والمناصب. هاي الفرق بفرجيكم بين العيون بعد ما ليفتها وقبل ما اليفها. طبعا انا بعد ما اليفها برجع بحط عليها على الخلطة عشان اعيد عليها تاني، وهذا عشان طولت شوية بالخلطة نضفت معاي بسرعة. هنا الستيل بدي اقولكم معلومة انه الستيل بتجرح من السلكة الزنبرك عشان هيك بعمله بالسلكة الناعمة. شايفين كل اللي كان على العين الصغيرة كيف بسرعة طلع، ما غلبنيش خالص، بسرعة نظفت الغاز. الغاز طبعا ما خدش معي وقت، ولكن اللي اخد معي وقت هو العيون والمناصب لانهم كان مغير لونهم وكان عليهم شوية من رواسب الطبيخ والاستخدام. اول حاجة بفركها منيح. بعد ما فركت منيح بجمع كل الخلطة بالنص عشان سهل علي اني ارفعها. باكد عليكم تاني انه السلكة الزنبرك او السلكة الخشنة السودا بتجرح الستيل، عشان هيك بنفضل انه نليف الغاز دايما بسلكة اسفنج او سلكة سكوتش اللي هي هذه اللي انتوا شايفينها السلكة الملونة.
مكان المفاتيح كمان بدعك منيح. وهنا حطيت على قاع الطنجرة هذه عشان كان عليها شوية من الزيت، وما كنتش بدي اعملها بسلك زنبرك او خشنة عشان ما جرحهاش، فقلت اجرب احط عليها من هذه الخلطة. طبعا هذه الخلطة خدتها عن الغاز وحطيتها على الطنجرة. بعد هيك بلم كل الخلطة، وطبعا بضل اغسل الفوطة وارجع انشف الغاز وامسح الغاز لحد ما امسح كل الخلطة عن الغاز واخليه يلمع وما فيش فيه ولا نقطة من الخلطة. اكتبولي بالتعليقات انتوا كيف بتنظفوا غازكم او بتستخدموا اي نوع منظف او بتعملوا خلطات نوع تاني، يعني الخلطات غير هذه الخلطة عشان كلنا نستفيد من بعض. لو في خلطة غير هذه الخلطة اكتبولي بالتعليقات. بعد هيك بفرشاية الاسنان نظفت من عند الشعلة كمان، لو في خلطة داخلة في الشعلة طلعتها عشان ما تغلبنيش لما اجي استخدم الغاز. بعد هيك بهذه الفوطة، طبعا هذه الفوطة هذه الممسحة الشرشوب الصراحة انا بستخدمها للمسح، بجيب قطعة يعني وبستخدمها للمسح، كتير حلوة بالمسح. شايفين كيف شكل الغاز رجع يلمع، وكمان شكل المناصب والعيون بيلمعوا هالقيت بتشوفوهم. بغسلهم منيح بعد الدعك طبعا والتلييف. وهنا المفاتيح كيف رجعوا عندي يلمعوا، بنشفهم منيح عشان يرجعوا يولعوا معاي، لازم يكونوا ناشفين، لو كانوا مبلولين مش هيولعوا، بولعوش الا اذا كانوا ناشفين. شايفين ما شاء الله الغاز رجع جديد ورجع يلمع بمكونات من البيت وبدون تعب. اخذ صحيح هو معي شوية وقت ولكن بدون تعب ولا مجهود كبير. انت بس اعملي الخلطة وانقعي الغاز وبعد نسيبيه ينتقع منيح، ما بغلبكيش خالص بالتنظيف. شايفين ما شاء الله كيف العيون. بهذه الطريقة انا بحافظ على غازي. وممكن كمان اعملها بدون ليمون، احط خل وكربوناته واحط السائل واحط حامض ليمون وملح. شايفين محلى الشغل بعد ما ننضفهم. هنا نزلت الخلطة عن الطنجرة، بديت ان اليف فيها كمان. الطنجرة هذه بليفها بالسلكة السكوتش، بليفهاش بالزنبرك او الخشن عشان ما تتجرحش. وهذا غاز اهلي طبعا، ما جبتلكوش اياه بالتنظيفات عشان ما طولش عليكم الفيديو. وهيك بكون خلصت تنظيف الغاز. لو وصلتوا لهذا ما تنسوني باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.